قنوات بي ان سبورتس القطرية تستقر بشكل كبير على تعيين عصام الشوالي وعلي محمد علي معلقين على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي. الترجي التونسي يستعد لطرح تذاكر مباراته أمام الأهلي للجماهير بأسعار تبدأ من 50 دينار بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 27 ألف مشجع في المواجهة. أكثر من 1000 مشجع أهلاوي يبدأون في التوافد على تونس لحضور مواجهة الفريق أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال، والجهات الأمنية هناك تقرر السماح لهم بدخول المباراة مجانا وبإشهار الباسبور فقط. الترجي يؤكد جاهزية مدافعه محمد أمين توجاي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال بعد غيابه عن مواجهة النجم الساحلي للإصابة. الخطيب يجري اتصالات مع سفير مصر في تونس للإطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب قبل التوجه لهناك مساء الغد. حالة ترقب غير مسبوقة من الجماهير الأهلاوية لطرح شركة تذكرة تذاكر مباراة إياب نهائي دوري الأبطال. مروان عطية يشارك في مران الأهلي الجماعي ليؤكد جاهزيته لمواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي، وكوكا وعمرو السولية وعبد القادر يكتفون بالتدريبات التأهيلية. حالة تركيز شديدة تسيطر على وجوه لاعبي الأهلي في مران الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي، وكبار الفريق ومارسيل كولر يقومون بحملة تحفيز كبيرة لباقي اللاعبين لشحنهم وجعلهم يخوضوا مواجهة قتالية للعودة من هناك بانتصار. مارسيل كولر يخصص فقرات لتدريب لاعبي الفريق على التمركز بشكل صحيح في الكرات الثابتة والتي تعتبر أحد أهم نقاط القوة في الترجي. مارسيل كولر يركز بشكل كبير على المحاضرات الفنية في مران الأهلي لشرح كل كبيرة وصغيرة للاعبين لكي يدخلون المواجهة المرتقبة وهم يعرفون من أين تؤكل الكتف. موافقة الجهات الأمنية في تونس على حضور 27 ألف متفرج فقط في مواجهة الأهلي والترجي تتسبب في غضب عارم بين جماهير الفريق التونسي. مارسيل كولر يحذر عبد المنعم ومدافع الفريق من قدرات المهاجم البرازيلي رودريجو رودريجيز، ويؤكد لهم على ضرورة عدم منح اللاعب أي فرصة لاستلام الكرة بأريحية للحد من خطورته. حلمي طولان يؤكد ثقته الكاملة في تقديم الأهلي مباراة كبيرة أمام الترجي التونسي في تونس وعودته من هناك بنتيجة إيجابية. الكاف يعين أمين عمر حكما لمباراة غانا ومالي في تصفيات كأس العالم 2026. مانشستر يونايتد يعلن رحيل فاران بنهاية الموسم وعدم تمديد عقد اللاعب الفرنسي. رئيس الليجا يؤكد انتقال مبابي لريال مدريد لمدة 5 مواسم ابتداء من الموسم المقبل. تقارير صحفية تؤكد حصول كل لاعب في الهلال على نصف مليون ريال مكافأة الفوز بالدوري السعودي. اتحاد جدة يدرس الاستغناء عن 4 أجانب في الصيف المقبل، من بينهم أحمد حجازي المدافع المصري المخضرم والمغربي عبد الرزاق حمد الله. عروض الدوري السعودي تغري ديبالا لمغادرة روما في الصيف المقبل. لوس أنجلوس الأمريكي يعلن تعاقده مع جيروم مهاجم ميلان ومنتخب فرنسا. الصحافة الإسبانية ريال مدريد لا ينوي تجديد عقد لوكا مودريتش رغم ترحابه بتخفيض راتبه، ومواجهة ريال بيتيس قد تكون الأخيرة له. محمد عمر نجم الاتحاد السكندري السابق. الأهلي والترجي ناديين كبار لديهم خبرات كبيرة على مستوى دوري الأبطال، لكن الأهلي قد يكون أكثر خبرة في النهائيات ولا يفرط بسهولة في أي بطولة يخوضها. الترجي في الموسم الماضي لم يكن في أحسن حالاته، لكنه حاليا أصبح منظم للغاية ولديه كواليتي لاعبين جيد للغاية، وبالتالي نحن أمام مواجهة صعبة. واجهة الترجي في رادس مع الاتحاد السكندري من قبل، وقلبي دفاع الفريق التونسي يلعبون على خط واحد، ولذلك أرى أنه من الأفضل أن يتواجد قفشة أساسيا في لقاء الذهاب لاستغلال هذا الأمر بالكرات الطولية التي يلعبها في ظهر المدافعين، وأنصح كولر بالتفكير في هذا الأمر بشكل جدي. أعتقد الأهلي لن يخسر في تونس، وإن لم يخرج فائزا سيخرج بتعادل إيجابي على أقل تقدير، وأنا متفائل بحصد الأهلي اللقب. خالد جد الله نجم الأهلي السابق. مباراة الترجي التونسي والأهلي مباراة صعبة، ولكن مباراة الذهاب هي الأهم، ولا بد من تحقيق نتيجة إيجابية هناك. الفريق التونسي لو سجلت في مرماه هناك سيأتي للقاهرة وليس أمامه خيار سوى اللعب جيم مفتوح، وأعتقد أي فريق سيلعب أمام الأهلي جيم مفتوح سيخسر أمام الأحمر. ثلاثي خط هجوم الأهلي لابد أن يضغطون على مدافع الترجي من أول دقيقة في تونس لإرباكهم واستغلال أخطائهم، ولو نجحت في تسجيل هدف في البداية ستجبر الفريق التونسي على الاندفاع الهجومي، وهنا يمكن استغلال المساحات التي ستتوفر بلا شك في خط الظهر لإحراز هدف آخر. المباراة لن تكون سهلة بلا شك، فنحن سنواجه فريق كبير، ولكن الأهلي أعتقد يتفوق على المستوى النفسي والخبرات، والفريق التونسي على المستوى الفني والمهاري يمكن مش أحسن حاجة، ولكن على المستوى الخططي مميزين. وخطورة الترجي في المجموعة وليس لاعبين معينين، فالفريق يهاجم ككتلة واحدة ويدافع ككتلة واحدة. خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي.
الأهلي فريق مستقر وهذا ما يعجبني فيه، لأنك تستطيع معه الفوز بأي بطولة، وأتوقع فوز الفريق بدوري أبطال أفريقيا لهذه النسخة على حساب الترجي. هو الفريق المفضل بالنسبة لي ويستطيع الفوز في مثل هذه المواجهات الكبيرة. الأهلي هو فريق دائما يعشق المكسب وهذه البطولة هي المفضلة بالنسبة له، ولدى لاعبي الخبرة الكافية والقدرة على حسم الأمور لصالحهم. الأهلي فريق متكامل ويعشق الفوز ودائما يسعى للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق سيستغل جميع عناصره في مباراتي الترجي التونسي. وعندما تكون مدربا للأهلي تكون مدرب محظوظ، لأن خبرات لاعبي الأحمر تساعدك على التتويج بكل البطولات الممكنة. محمد صلاح مدرب الزمالك السابق. تصريحات حسام حسن ستكون سببا في صناعة فجوة بينه وبين اللاعبين، لأنه شاء أم أبى سيختار من هؤلاء اللاعبين ولن يستورد لاعبين من الخارج. أتمنى من اتحاد الكرة تعيين إعلامي متخصص يتحدث باسم حسام حسن، وابتعاد المدير الفني للمنتخب عن الحديث عبر وسائل الإعلام تماما، وأتمنى منه الهدوء. حسام حسن كان في غنى عن تلك التصريحات، وكان من الأفضل أن يؤجل تصريحاته حتى تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم وبعدها يهاجم كما يحب. محمد شحاتة لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي من المواهب في الدوري المصري، والذي قد يستفيد منه الجهاز الفني للمنتخب الأول بالفترة القادمة. وهناك مصطفى شوبير، وهذا دليل يؤكد أن الدوري المصري يفرز لاعبين جيدين. أكرم عبد المجيد نجم الزمالك السابق. إنجازات منتخب مصر تحققت باللاعبين المحليين خصوصا مع حسن شحاتة، ولم يكن هناك عدد كبير من المحترفين، والفراعنة حققوا 3 بطولات أفريقيا، وكان معظم قوام المنتخب الوطني من الأهلي والزمالك وبقية الأندية. اللاعب المصري قريب من البرازيلي، ولاعبين هم الأفضل والأذكى على مستوى قارة أفريقيا، والأندية تضم لاعبين مميزين. فقط على الجهاز الفني الاختيار الجيد. كارلوس كروش قام باختيار لاعبين من الدوري المصري مثل عبد المنعم الذي أصبح مطلوب أوروبيا، وعمر كمال الذي يعد أحد أهم لاعبي مصر حاليا، وأيضا جلب عمر مرموش من أوروبا وكان له نظرة مختلفة. هناك لاعبين كثيرين ظهروا بشكل جيد في الدوري خلال الموسم الجاري، واللاعب لا يولد نجم على المستوى الدولي، بل يتم انتقاء الأفضل ويتم تطويره ويكتسب صفات اللاعب الدولي. فهل لا يوجد بين 18 نادي لاعبين تستحق الانضمام للمنتخب؟ كلام حسام حسن غير منطقي، لأن الدوري المصري دائما ما يفرز لاعبين جيدين. وعلى سبيل المثال هناك أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي. من حق الأهلي التمسك باللائحة وانضمام لاعبين يكون وفقا للمواعيد المقررة في الأجندة الدولية، وهو الموقف الأصح من جانب إدارة القلعة الحمراء، ولا يحق لحسام حسن الاعتراض، فكل المنتخبات لا تضم اللاعبين سواء في المواعيد الرسمية، وهو فقط من يطلب أيام إضافية، والوقت ليس ضيق عليه فقط بل على جميع المنتخبات. حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عليه ترك عباءة لاعب الكرة السابق، وأن يدرك جيدا أنه أصبح مدير فني للمنتخب، فتاريخه لا يمكن لأحد أن ينكره في المستطيل الأخضر، لكن الوضع مختلف حاليا، ونتمنى أن يركز في عمله فقط خلال المرحلة المقبلة من أجل قيادة المنتخب للصعود لكأس العالم. حسن مصطفى لاعب الأهلي والزمالك السابق. حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر جانبه الصواب في التصريحات التي أدلى بها بشأن عدم وجود لاعبين مميزين في الدوري المصري، وحزين للغاية من تقليله من اللاعبين المحليين الذين يلعبون في البطولات المحلية. الأجيال بالطبع تغيرت عن وقت حسن شحاتة وقبله محمود الجوهري، وقد يكون حسام حسن يتحدث في بعض الأمور الحقيقية، لكن هذا ليس توقيتها حاليا. التصريحات أحبطت الكثيرين خلال الساعات الماضية، والجمهور كان ينتظر ضم لاعبين من إنبي وزد وبقية الفرق، وهناك لاعبين كانت تقاتل للتواجد في المعسكر المقبل، لكن جاءت التصريحات محبطة للغاية. دور المدير الفني للمنتخب هو الاختيار بشكل جيد ورفع مستوى اللاعبين وتطوير الأداء، ومنتخب مصر كان يفوز في بعض الفترات بسبب الاعتماد على الكرات الثابتة، وكان لابد من منح اللاعبين المحليين أمل في الانضمام للمنتخب بدلا من تلك التصريحات. فريق نهضة بركان المغربي بدأ لقاء الزمالك بشكل قوي لمدة 25 دقيقة واستطاع تسجيل هدفين، وهو سيناريو معتاد ومقرر من جانب فرق شمال أفريقيا. نهضة بركان فريق صعب ويمتلك عناصر جيدة، وكان لابد أن يدرك جوميز ذلك قبل لقاء الذهاب، وأن يبلغوا الجهاز المعاون بحجم الضغوط التي سيعاني منها في المغرب، خصوصا أنه لم يسبق له خوض تجارب إفريقية. كان الأفضل للزمالك غلق دفاعه جيدا في بداية اللقاء والاعتماد على المرتدات. محمد شحاتة عنصر جيد ويمتلك رغبة كبيرة للظهور بشكل قوي مع نادي الزمالك،
ويسعى للتواجد في المنتخب الأول، وأحمد سيد زيزو أصبح قائد للفريق ومؤثر داخل الملعب، وفي غيابه يعاني الفريق الأبيض هجوميا، وبالتأكيد تجديد عقده مع الزمالك أمر ضروري خصوصا مع إيقاف القيد، كما أن الزمالك يحتاج في الأساس لضم ثلاثي هجومي آخر. معين الشعباني سيعتمد على الكرات الثابتة في لقاء الإياب، ويجب تفادي احتسابها على الزمالك في المناطق الهجومية. أيمن يونس نجم الزمالك السابق. تصريحات حسام حسن واقعية كمدير فني لمنتخب مصر حاليا لكنها محبطة، وبصراحة التوقيت مش مناسب خالص. حسام حسن رجل صريح ومعذور، ولكن الواقعية أحيانا بتكون مؤلمة وقاسية وبتسبب في ألم نفسي للاعب المصري بالتحديد. اللاعب المصري عامل زي البالونة، هتنفخها جامد هيفرقع ومحتاج هدوء وطبطبة، لكن صراحة كلام واقعي بسبب الحالة الفنية الحالية لمباريات الدوري المصري. لكن نصيحتي لحسام حسن حافظ على روح لاعيبتك واعطيهم طاقة إيجابية وشجعهم كتير، لأن ده مطلوب في الوقت الحالي، لأن المرحلة القادمة خطيرة وحاسمة ومجموعة مصر فعلا مش سهلة، وأتمنى أن ينجح في حسم التأهل سريعا لكأس العالم.